تفاعل على ترديد هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله في مباراة المنتخب المغربي وفرنسا بظل وجود ماكرون، وتعليقات من الداعية محمود الحسنات والشيخة القطرية مريم آل ثاني. واكتفى الحسنات بالتعليق على الفيديو قائلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، جزاكم الله خيرا على الاستجابة. كان الداعية قد نشر تغريدة بتاريخ 12 من الشهر الجاري قال فيها: أتمنى أن أسمع من الجماهير المغربية في مباراة فرنسا والمغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهز المدرجات. قالت الشيخة مريم الثاني: أجمل ما في مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله في نصف نهائي كأس العالم فيفا مونديال 2022. ونشرت الشيخة القطرية مريم الثاني مقطع فيديو لهتافات الجماهير قالت بتعليق عليه: أجمل ما في مباراة فرنسا والمنتخب المغربي هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذهب صاحب حساب كابتن ماجد للتعليق على مقطع الفيديو قائلا: هتاف جماهير المغرب علشان ماكرون موجود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. خسر المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر مساء الأربعاء. جاء هدف الديوك عن طريق كل من